دومو اريجادو جوزايماس ايسياما على التحفة الفنية اللي انت قدمتها لنا على مدار 10 سنين من سنة 2013 لحد سنة 2023 واحنا بنتفرج على عظمة، واختتمها بنهاية هي حرفيا النهاية كانت مناسبة. وفي ناس هتقول ان هي مش مناسبة، وفي ناس هتقول في حاجات كتيرة جدا كان المفروض ايسياما يعرفنا عنها، واثار كتيرة جدا محدش اتكلم عنها. كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ الحلقة حبيت اقول تشينزو ساساجي. おいクソメガネ心臓を捧げよ من بداية عرض المسلسل في 2013 لحد 2023 الحلقة الأخيرة في المسلسل كان دايما بتحصل حاجات ما كناش فاهمينها، لحد ما نيجي في الآخر نكتشف إن إيرين أصلا بيشوف المستقبل. ودي كانت أجمد بلوت تويست أنا شفتها وسمعتها في حياتي. يعني إيرين أصلا من البداية عارف حتمية مصيره وإنه هيقتل 80% من البشر. مبدئيا كده وقبل أي حاجة خلونا نتكلم عن شخصية ليفاي. احنا كده اتأكدنا وبنسبة 100% ان ليفاي هو اقوى شخصية في المسلسل سواء في البشر او حتى بالنسبة للعمالقة. لو تفتكروا في اول حلقة قالوا ان ليفاي هو عبارة عن جيش مكون من رجل واحد، وحرفيا على مدار المسلسل ما لقيناش اي حد سواء كان في العمالقة او في البشر اقوى من ليفاي. ليه ليفاي اختار ارمن على ايروين؟ ببساطة لان ليفاي شايف في عينيه نفس اللي كان بيشوفه في عين اصحابه عشان يعملوا عالم مسالم من غير عمالقة. لكن القائد ايروين ما كانش عنده النظرة دي، بدليل انه لما عرف حقيقة العمالقة انهم بشر بصة غريبة. وليفاي قال له ايه في يا جدع انت ايه البصة الغريبة دي؟ وهنا اكتشف انه مش بيدور على سلام عام على قد ما هو عايز يعرف سر العمالقة. يا اخي والله انا اتصدمت. اما بقى بالنسبة لميكاسا فايه اللي خلاها تقرر مرة واحدة انها تقتل إيرين بقدرة المسارات عايش ميكاسا لمدة 4 سنين في مكان هو نفس المكان اللي كانت دايما بتحلم بيه، وخلال المدة دي قدر يقنعها انها تنفذ المهمة دي. وزي ما احنا عارفين ان الاشخاص اللي بيتحولوا لعمالقة بيكون ليهم مدة زمنية وبعدها بيموتوا، فإيرين كان ليه 4 سنين قضاهم مع ميكاسا واحنا ما شفناش من ال4 سنين دول غير مشهد بسيط. اما بالنسبة لأرمن فإيرين حقق له حلمه انه خلاه يكتشف ويشوف العالم سواء براكين او بحار. يا اخي عجيب، إيرين حقق لكل احلامهم لكن ما قدرش يحقق حلمه وياخد حريته اللي كان عايزها من بداية المسلسل. نقطة النهاية بتاعت الطفل الصغير لو ركزتوا في الوشاح اللي لابسه هتلاقيه نفس الوشاح بتاع ميكاسا، ولما الطفل لقي الشجرة انفعاله يدل على انه كان بيدور على الشجرة دي. يا عزيزي هي دي نفس الشجرة بتاعت يومير. فالولد دخل الشجرة، هل هيبقى عملاق؟ هل هياخد قوة؟ هل هيلاقي حد في الشجرة؟ ايسياما ساب النهاية مفتوحة واعتقد انها حركة كويسة منه. في حاجات كتيرة جدا كان نفسي اقولها في المسلسل لكن ما ينفعش احرقه عليك لان المسلسل ده يعتبر اعظم عمل فني اتعمل في تاريخ البشرية. طب ايه اللي خلى العالم كله عايز اصلا يقتل سكان الجزيرة؟ بص عايز المشاهد، هما سكان الجزيرة بالنسبة للعالم عبارة عن شياطين او عبارة عن عمالقة، فهم خايفين ان العمالقة دول يجوا في اي يوم من الايام ويقتلوهم. وده اللي حصل لما إيرين عمل كده فعلا. فطلع 3 حلول من 3 اشخاص انهم يعالجوا الموضوع ده. اول واحد زيك قال انه هيعمل حاجه اسمها التطهير او الموت الرحيم، بمعنى انه هيخلي كل سكان الجزيره ما يخلفوش، فبالتالي ما هيكونش فيه نسل من الاطفال هيعانوا بنفس المعاناه اللي اهلهم مروا بيها، فبالتالي البشريه كلها هتستريح من العمالقه. طبعا الكلام ده كان غلط لان زيك اصلا كان عايز يعمل كده عشان ينتقم من ابوه مش اكتر. تاني حل كان من الحاكم او الملك كارل فريتز عمل حاجة أسوأ من اللي زيك كان عايز يعملها، مسح ذاكرة كل الشعب وسابهم للعالم، وكان متأكد إنه هيجي يوم من الأيام والعالم هينهي على الجزيرة دي نهائيا. فكان متقبل الموضوع وقال إن دي أنسب طريقة إنهم يكفروا بيها عن خطاياهم أو عن الذنوب اللي أسلافهم عملوها، فبالتالي هو فرض الموت على ناس اصلا ملهاش اي ذنب وملهاش اي علاقه بالموضوع. ثالث حل كان إيرين قال ان المعاناه دي بقالها 2000 سنه ومهما حصل عمر البشر ما هيغيروا وجهه نظرهم في العمالقه او في الإلديين، فقرر انه يقتل 80% من سكان العالم ويسيب 20% بس ويحرر الإلديين من لعنة العمالقة. ايسياما كان عايز يقول لك ان مسلسل اتاك اون تايتن كله بيرمز الى ان الطبيعة البشرية اصلا بتحب الحرب ونفوس البشر مريضة وهتفضل تحارب طول العمر ومفيش اي حد هيقدر يوقفهم عن كده. سيناريو ما يعرفش معنى للمنطق البشري. مش عارف احرق حاجات في المسلسل ولا لا، بس بعد تفكير طويل قررت ان انا مش هحرق اي حاجه
لانك حرفيا لازم تتفرج على مسلسل اتاك اون تايتن. طب ليه في ناس كتيره جدا كانت معترضه على النهايه دي؟ ان في حاجات كتيره في الانمي محدش وضحها، زي الاكرمان وبدايتهم ودمهم. كمان ان ايرين لما دك الارض محدش استفاد، ومات ايرين بطريقه عبثيه، لان الحرب مش هتنتهي وطمع الانسان هيفضل يزيد ومش هيخلص. وبدليل الولد لما راح للشجره اللي راحت عندها يومير، فهو اكيد هيتحول لعملاق والدايره هترجع تلف تاني، فالموضوع مش هينتهي. ودي كانت كل حاجه حبيت اقولها عن الحلقه الاخيره من مسلسل هجوم العمالقه. تقييم الحلقه دي هو 9.5 من 10، والحلقه الجايه هتكون عن مسلسل هانتر اكس هانتر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات وتعمل لايك للفيديو. لو عندك اي سؤال تقدر تسيبه تحت في الكومنت، ولو في اي سؤال او مناقشات في الحلقه تقدر تسيبها تحت برضه في الكومنت. وبس كده، سلام.